يوم 16 يوليو سنة 1945 الساعة 5:30 صباحا وسط صحراء الألامو جوردو في ولاية مكسيكو. بالمناسبة كده هي ولاية في أمريكا مش في المنوفية. الساعة 5:30 صباحا السما كده نورت فجأة على ضوء مش طبيعي خالص، ضوء أشد وأقوى من 1000 شمس مع بعض. كورة نار مرعبة بلعت الصحراء والرملة اتحولت لإزاز خفيف كده من شدة الحرارة اللي وصلت ملايين الدرجات المئوية. في اللحظة دي كان في راجل بيراقب المشهد من بعيد جدا، عينه مبرقة ونبضات قلبه هادية عكس كل اللي حواليه. الناس اللي موجودة كلها كانت بتصرخ من الفرحة، ياه انتصرنا. وهو افتكر نص قديم جدا كان بيقراه في الكتب الهندوسية قبل كده، وقال ما بينه وبين نفسه جملة هزت التاريخ: Now I am become dead the destroyer of world. الآن أصبحت الموت مدمر العوالم. الراجل ده هو روبرت أوبنهايمر، العالم اللي غير شكل العالم للأبد، أسطورة الفيزيائيين. بس السؤال بقى اللي ما يعرفوش كتير، هل أوبنهايمر بطل وأنقذ العالم وأنهى الحرب العالمية الثانية، ولا كان الشيطان اللي فتح أبواب الجحيم على البشرية وسابها تتفحم؟ صديقي الكود الجميل، عشان نفهم أوبنهايمر لازم نرجع ورا شوية لأوروبا وأمريكا في العشرينات والثلاثينات. أوبنهايمر ما كانش العالم النمطي اللي قاعد في المعمل ببلطو أبيض ونضارة مدورة، بالعكس ده كان ابن ناس أغنياء جدا وبيلبس بدل شيك وبيتكلم 6 لغات، من ضمنهم لغات قديمة انقرضت أصلا، وبيقرا شعر وأدب وفلسفة. بس ورا الشياكة والهدوء ده كان في عقل متعذب ومضطرب لأقصى درجة، حالة اكتئاب حاد جدا لدرجة إن من كتر المرض النفسي حاول إنه يحط مادة سامة في تفاحة أستاذه. يا نهار أزرق على الدنيا السلامة. والكلام ده كان في جامعة كامبريدج، لكن عبقريته هي اللي شالته وغطت على جنونه في الوقت اللي كانت فيه الفيزياء بتتغير تماما. كوانتيتيف ميكانكس، وهي فيزياء الكم. فيزياء الكم كانت لسه طازة ومحدش فاهمها، لكن اوبنهايمر كان أسرع العقول اللي فهمت الكود ده. في أواخر الثلاثينات حصلت الحاجة اللي ممكن ترعب أي حد. علماء ألمانيا اكتشفوا إن في حاجة اسمها الانشطار النووي. يعني إيه طيب يا كود؟ والنبي لا تعرفنا ما تتعبناش. يعني لو ضربت ذرة يورانيوم بنيوترون الذرة بتتفلق نصين وبتطلع طاقة، ونيوترونات تانية بتضرب ذرات تانية. والله ما في غيرك بيزرط علينا، بس هنسمع منه حبيب قلبي. والله فلاش باك، ارجع هنا بقى. القنبلة بدأت. ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر بالفعل كانت شغالة على مشروع نووي. تخيلوا كده معايا الأحداث، هتلر بجنونه وغله ده يبقى معاه قنبلة تمحي مدينة في ثواني. العلماء اللي هربوا من بطش هتلر جريوا على ألبرت أينشتاين، وأينشتاين كتب رسالته الشهيرة للرئيس الأمريكي ساعتها وهو الرئيس فرانكلين روزفلت، وقال له لو الألمان عملوها الأول العالم هينتهي. ومن هنا اتولد المشروع الأكبر والأغلى في التاريخ، مشروع مانهاتن. الجيش الأمريكي جاب جنرال عسكري بيتميز بالشدة والحزم. الجنرال ده كان اسمه ليزلي جروفز عشان يدير المشروع. جروفز كان محتاج مدير علمي عشان يجمع أذكياء العالم ويقودهم للتفكير بره الصندوق بعيدا عن الأفكار التقليدية يعني. واختياره على اوبنهايمر. الاختيار ده صدم الكل. هتقولي ليه؟ طبعا بكل بساطة هقول لك ان اوبنهايمر ما خدش جايزة نوبل، ما كانش أدار حاجة